تسقط، وهي في محافظة الأنبار 77 مدرسة ولحد الآن على وضعها. الحقيقة قمنا بتشكيل لجان والتنسيق مباشر مع السيد المحافظ ومدير التخطيط مع مجالس الأقضية والنواحي في عموم المحافظة. قمنا بتهيئة جميع الأراضي اللي نحتاجها هذا العام. الحقيقة احنا وصلنا لحد ذاك الأسبوع اللي 137 مليار ل 2013 2014 مقسميها على 18 صف، واكو 12 واكو بناء 32. عندي تقريبا بال90 قطعة أرض. اي فالامور جيدة جدا بالتنسيق مع المحافظة. لدينا ما يقارب 1700 مدرسة، الأغلبية دوام ثنائي وثلاثي في محافظة الأنبار. طبعا كما قلت تأثير سلبي في العام الماضي والقبل الماضي، الهدم هذا البناء المدارس أثرت علينا تأثير سلبي. نتمنى هذا العام تكون الهمة بوقت قصير نخلص بناء هذه المدارس. بدليل مجلس المحافظة في العام الماضي الحقيقة أكثر من 400 مشروع اللي تم إنشاء على تنمية الأقاليم. تم التنسيق مع مجلس محافظة الأنبار بتخصيص ال 15% اللي يخص نعم. مجلس المحافظة لعام 2013 تنمية الأقاليم، نعم، ايش قد انطت للتربية؟ بعد لحد الآن يعني خطة مقترحة أكيد هسه مجلس المحافظة هي اللي ماشية 15%. هو هذا تابعت التنسيق مستمر المجلس. هذا اللي يهمني نقطتين. يعني اتصلت بالمحافظة وهيئت نفسك لاستيعاب الأموال، نعم. ويهمني أن تحافظ على نسبتك من تنمية الأقاليم لدعم التربية. ذني نقطتين جوهريات يعني بوضع. سيد الرئيس، بالنسبة لمجلس محافظة الأنبار أعتقد رقم 1 بالعراق بدعم المدير العام لتربية الأنبار. ايش قد صرفت من أموالك السنة؟ العام 100% صرفت، السنة ايش قد؟ 100%. السنة 100% صرفت من أموالك؟ نعم 100%. يعني ما هاي النقاط المهمة، واعتقد الأمور جيدة وإن شاء الله. شكرا جزيلا. أستاذ إسماعيل مدير عام تربية النجف. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. إسماعيل خليل الماضين مدير عام تربية النجف الأشرف، وهو الاسم الرسمي من قبل رئاسة الوزراء وليس كما إذا سمحت أستاذ إسماعيل، نشكر الأستاذ حسن السنيد رئيس لجنة الأمن والدفاع لحضوره، ويريد المغادرة لالتزام سابق له. شكرا جزيلا. جدا أقدم شكري للسيد الرئيس والسيد النائب والسيد الوكيل ولإخواننا المدراء العامين، وخاصة أخونا الأستاذ خير الله زاهي مدير محافظة ذقار، لأني عملت معه يعني متعاون معه جدا، والأخ الأستاذ الدكتور محسن موسوي أيضا الذي عندي تعاون معه، وأخونا الأخ الدكتور محمد جعفر أيضا هو الرجل يعني من وجوه الكاظمية ومن الذين عندي تعامل معه، وشكري أيضا متواصل مع أخواننا في الرئاسة وفي النيابة وأخواننا النواب، ولجنتكم حقيقة من أفضل اللجان التي تعمل في البرلمان. شكرا لكم، وأنا لو ما عندي مؤتمر صحفي كان بقيت وياكم. أستاذ حسن، أستاذ حسن كلها واحدة فايش كردستاني؟ أستاذ حسن أشكر العرب والأكراد أستاذ حسن والسنة والشيعة. عندنا اعتراض شديد على هذا الكلام أستاذ حسن. يا حبذا التعاون يكون مع الجميع بدون تخصيص. لا، أنا تكلمت على الناس اللي عندهم تعامل معاهم، وإحنا علاقات وثيقة بيناتنا، إحنا تربويين بحاجة إلى تعاون الجميع. إنما أنا حاس هؤلاء بتعاون، ما لا الآخرين كلهم متعاونين الحمد لله، وأحس الحرقة عند إخواننا جميعا حقيقة على المدارس وعلى الأراضي. ما يتعلق بالأراضي إخواننا، إذا كان لوزارة الدفاع أو الداخلية أو الأمن الوطني أو المخابرات أراضي إلكم متجاوز عليها نطلعها نرجعها إلكم، أو أراضي إن أنتم متجاوزين عليها أيضا نحاول نأجل القضية لإشعار آخر، ولا أجار ولا هم يحزنون. إذا اسمح لي سيادة النائب، بس موضوع عندنا المديرية العامة لتربية البصرة القديمة اللي موقعها يسموه شارع التربية نسبة إلها، هذه بعد أحداث ما 2007 اللي يسموها صولة الفرسان قعد بها الجيش، المقاول أنجز 96% من عندها،
من طلع الجيش نزل هذا الإنجاز، لأن ما كنا مستلمينه ولا من قبل المحافظة. فالمهم صارت قضايا ومحاكم مع الدفاع، كسبها المقاول. المبلغ بسيط 340 مليون دينار فقط. من ينطوه حتى يكمل لا انطوه الدفاع. آخر شيء سلمت الكتاب إلى معالي الوزير، وأعتقد سلمه بمجلس الوزراء. أتمنى تدخلكم الشخصي مع وزارة الدفاع لدفع هذا المبلغ حتى نستلم البناية اللي احنا بأمس الحاجة إليه بالخدمة. وأي شيء يتعلق بوزارة الدفاع والداخلية والأمن الوطني والمخابرات، بالأراضي، بالمدارس، بالحقوق، أنتم بس وصلوا الكتاب إلى الرئيس أو نائبه. أنا يعني أعمل بكل ما أوتيت من قوة على إنجاز المشروع التربوي في مديرياتكم إن شاء الله. شكرا لكم جميعا، حياكم الله. الله طبعا دكتور علاء مكي من علماء العراق، يعني أنا مظلوم صاير بالتربية. هو لازم يصير رجال جراح ورجل خبير وعالم.